أعلن الفنان المغربي سعد المجرد عن برومو أحدث أغانيه المصورة بعنوان قولي متى، والتي يتعاون في غنائها مع المطربة الهندية شريا غوشال. ومن المحتمل طرح الأغنية يوم الأربعاء 12 من شهر يوليو لهذه السنة، حيث نشر سعد المجرد على صفحته الرسمية فيديو يستعرض الإعلان الأغنية، والتي تدور أحداثها حول الأميرة تدعى جينيفر، ويتم ترتيب زواجها من الأمير الدولة المجاورة لأسباب سياسية. إلا أن الأميرة تحب شابا من عامة الشعب يدعى سعد، وتنتظر وصوله بفارغ الصبر لتهرب معه. تعد هذه الأغنية التعاون الأول بين سعد المجرد والفنانين الهنود، وهو ما يدل على التوجه الحالي للفنانين للتعاون مع فنانين من خلفيات مختلفة للوصول إلى العمل الفني المتميز. ويأتي طرح هذه الأغنية بعد طرح سعد المجرد لأغنيته أشخبار، التي حصدت نجاحا ضخما بعد عرضها، وهي الأولى التي يطرحها بعد الإفراج عنه. بصفة عامة تعد هذه الأخبار مثيرة للاهتمام لمحبين الفن، حيث يعرف الفنان سعد المجرد بشعبيته الضخمة ونجاح أعماله الفنية عالميا. والتعاون الجديد بينه وبين الفنانين الهنود يعد خطوة نحو الإبداع والتنوع في الفن. وتوجه سعد المجرد عبر حسابه في الانستا للإعراب عن مدى سعادته بهذا التعاون، حيث عبر: خطفت الهند فؤادي من جميع النواحي، من جمالها المذهل إلى فرصة العمل مع بعض أفضل المنتجين والمخرجين. وأيضا عبر سعد المجرد عن امتنانه لسفير المغربي في الهند محمد المعلئي، معبرا: شكرا جزيلا للهند، وتحية خاصة لسفير المغربي الرائع في الهند السيد محمد على الترحيب الحار والضيافة الاستثنائية. جعلتم تجربتنا لا تنسى أبدا. أخبروني، هل أنتم متحمسون لهذه الأغنية الرائعة؟ شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، ونأمل أن يكون قد نال إعجابكم. نحن في قناة دراما هندي تجمعنا نسعى دائما لتزويدكم بأحدث الأحداث والأخبار المثيرة حول مسلسلاتكم المفضلة. إذ كان لديكم أي تعليقات أو أسئلة فلا تترددوا في تركها لنا في قسم التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم مرة أخرى، ونتطلع للقائكم في فيديوهات قادمة.